مصر ستعود للدوران من جديد بعد تقريبا سنة من التوقف. العودة ستكون تحديدا في بداية شهر فبراير المقبل. تعليقك أولا حول هذا القرار؟ أولا دعني بس أرحب بالكابتن حمادة. بالنسبة لقرار عودة الدوري في 2 فبراير القادم، طبعا كلنا نتمنى أن بالفعل الدوري المصري يعود من جديد، واحنا بالفعل محتاجين ان يكون في مباريات ونشاطات في مصر، خاصه ان يمكن المنتخبات والانديه لو شاركت النسخه القادمه في البطوله الافريقيه اعتقد انها محتاجه لمباريات محليه من اجل اعداد اللاعبين لمثل هذه المهمات الخارجيه اللي احنا بنتمنى بالفعل ان الرياضه المصريه تعود كما كانت من قبل. ولكن لو اتكلمنا عن قرار عوده الدوري في 2 فبراير اعتقد كان في امور كثيره جدا كان يجب ان يقوم بها اتحاد الكره وايضا وزاره الشباب والرياضه قبل ان احنا نتخذ مثل هذا القرار، وهو من خلال الحوار مع الالتراس في الانديه المختلفه وخاصه التراس النادي الاهلي اللي هو بيهدد ان هو لو لم يكون هناك حق للشهداء لن يسمح باقامه مثل هذه المباريات. في ثغره كبيره جدا اللي هي ان الحكم يصدر يوم 26 يناير. ماذا لو صدر الحكم ليس في صالح الشهداء وليس ايضا مرضي بالنسبه للالتراس الاهلاوي؟ اعتقد ان احنا هندخل في مشاكل وازمات كثيره جدا، فبالتالي كنت اتمنى ان يكون في نوع من الحوار والشفافيه ما بين المسؤولين وما بين الالتراس، بحيث ان احنا يكون في نوع من التقبل لاي قرارات هتاخدها المحكمه في الفتره القادمه. دي يمكن انا شايف انها ابرز هذه الثغرات. نعم، سأذهب انقل تساؤلك ايضا لحماده المصري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. سيد حماده، هل تتوقعون فعلا ان ينطلق الدوري رسميا وفعليا في الوقت الذي تم تحديده، خصوصا وان التاجيل تقريبا تم في 8 أو 9 مناسبات قبل ذلك؟ اولا دعني ارحب بحضرتك وضيفك الكريم الاستاذ عبد الله خاطر. واحنا تملي بنكون متفائلين، يعني احنا اصلا يعني كاتحاد كوره بنهتم بكل عناصر اللعبه، والعنصر الاهم طبعا هو العنصر الجماهيري. مفيش شك طبعا اللي هو عنصر الافضل في عناصر كره القدم، ولكن احنا متفائلين تفاؤل كامل نتيجه طبعا تجهيزنا كاتحاد كوره جميع الشروط المطلوبه لبطوله الدوري، بالاضافه الى الملاعب اللي وفرتها وزاره الدفاع، والموافقه الاخيره بموافقه وزير الداخليه بتامين هذه المباراه. إذا عناصر اللعبة كلها متفقة، كاتحاد كورة، كوزير دفاع، بملاعب، كوزير داخلية، كوزير رياضة. هناك دعم كامل لدى الجماهير المصرية لإقامة هذه المسابقة اللي أعتقد اللي هي عودة الروح للمصريين. نعم، وهذا ما نتمناه.